السلام عليكم، يا مساء الخير والرضا والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة سهلة قوي قوي. مش هنحتاج نجيب الترابيزة الكبيرة ولا الطبلية كده زي زمان ونقعد نفرد العجينة ونرقق كتير. لا، مفيش الكلام ده. احنا عايزين فطيرة كده طرية وبلون ذهبي ومقرمشة من بره، طعمها حلو من غير ولا تعب ولا مجهود. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الفطيرة التحفة دي عملناها ازاي. الاول كده نجيب حله العجان ونفضي فيها كيلو دقيق، وكيلو الدقيق ده احنا هنعمل منه 3 فطاير. لو ما عندكيش عجان يبقى هتجيبي الطبق الغويط وتفضي الدقيق ومعاه معلقه ملح، وننزل بكوبايتين ميه عاديه من الحنفيه. وبعد كده نشوف الدقيق هيحتاج ميه قد ايه. انا زودت نص كوبايه ميه وخلاص، الدقيق محتاجش اكتر من كده. المهم تعجني حلو قوي قوي، يعني ايه، تطلعي غلبك كله في العجينه لحد ما تبقى كده طريه ومتماسكه شويه. مش عايزينها عجينه ولا سايله ولا ناشفه، تبقى عجينه كده يعني ايه، وسط، إيه، متماسكه بس طريه ولينه. تمام. بعد كده نحطها في طبق مدهون بالزيت ونسيبها ترتاح، وعلى قد ما العجينه ترتاح تديكي نتيجه كويسه. تسيبيها ساعه مثلا، وبعد كده تجيبي الحاجه اللي هتقطعي عليها وتدهنيها بالزيت، وتجيبي العجينه بقى وتقطعيها لكور صغيره. طب احنا هنعمل ايه في الخطوه دي؟ هنقسم الكور اللي احنا هنقطعها دي على كل فطيرة. يعني هنشوف الفطيرة الواحدة هتحتاج قد ايه، 6 كور او 8 او 10. بس انتي لو قسمتيهم مثلا 10 يبقى الكيلو ده هيعمل معاكي فطيرتين بس بحجم كبير. لكن انا قسمتهم ل 18 كوره. كل فطيره منهم هتاخد 6 كور كده. انا قطعت خلاص قطعيات فطيرتين. هدهن العجين بالزيت علشان الوش بتاعه ما ينشفش. ودي كده الفطيره التالتة. يفضل طبعا ان انتي تفردي كيس بلاستيك كده على وش العجينه علشان ما تنشفش منك. هنجيب بقى ايه، شويه زيت ونرشهم على الرخامه، ونجيب اول كوره احنا شكلناها والزبده او السمنه اللي انت هتفردي بيها. طيب افضل حاجه ايه؟ طبعا الفطيره ما بيكون طعمه سمن بلدي بيكون طعمه حلو قوي، لكن بيكون تقيل. طيب لكن لو انت فردتيه بالزبده، اي زبده عندك سواء نيوزيلندي او زبده فرن، ده بيخليه خفيف ومورق اكتر. تمام. طيب هنبتدي نفرد بقى. بعد ما دهنا الرخامه بالزيت بنجيب اول كوره ونفردها فرده بسيطه قوي. بصوا قد ايه، يعني قد رغيف العيش الصغير، مش عايزين نفرد اكتر من كده. بعد كده برضو مسحه زيت تاني، ونجيب الكوره اللي بعدها ونفرد بنفس الطريقه. يعني بصوا الفردة، يعني مجرد بس ما بدوس عليها كده شوية بفردها بصوابع الايد كده خلاص بتتفرد. يعني احنا مش عايزين يعني نتعب ولا نعمل فيها مجهود كبير. الطريقة دي انا كنت صورتها قبل كده من فترة كبيرة، بس انا عملت فيها تغيير بسيط كده بس. هنا بقى انا حطيت الزبدة، يعني الزبدة عندي مش مسيحاها على النار، انا سايباها بس بدرجة حرارة المطبخ، فهي يعني طرية الى حد ما. بقطعها حتت صغيرة كده وبحطها ما بين كل فطيرة والتانية او كل طبقة والتانية. المهم ان انا هاخد 6 قطع في الاول زي ما قلنا، ودول عدد الفطيرة الاولى. طيب على ما اخلص بقى ايه رص الفطيرة الاولى، نتكلم عن العجينة. العجينة زي ما قلنا هي مش بتحتاج ان هي تاخد اضافات كتير، هو دقيق ومية ومعلقة ملح بس. دي اول حاجة في اصول الفطير. تاني حاجة اللي لازم تتعجن كويس قوي. تالت حاجة لازم ترتاح فترة كافية. تمام. هنا لو خدتوا بالكم انا خلصت ال6 كور خلاص، حطيتهم فوق بعض ركنتهم على جنب. طيب نعمل ايه بقى؟ نجيب ال6 اللي بعديهم برضو بنفس الطريقة. الرخامة يفضل ان انتي تمسحيها بالزيت دايما. بعد كده هتستخدمي بقى الزبدة، فهتوزعي الزبدة زي ما انا عاملة كده. ممكن الزبدة دي تسيحيها على النار، مش تسيحيها انها تبقى خلاص يعني دايبة خالص، لا يعني تفكيها تبقى تقدري انتي تتحكمي فيها يعني بالمعلقة. وتاخدي كده معلقة صغيرة وتمسحي فوق كل طبقة وتحطيها على التانية. يعني بصوا انا في دقايق بسيطة خلصت الفطيرتين، يعني ما اخدوش وقت خالص. طريقة الفرد دي بسيطة قوي، مش زي زمان بقى. كنا زمان واحنا صغيرين كده كانت ماما ربنا يديها الصحة كانت تجيب الطبلية كبيرة وتعمل لنا الفطير وتفرده على الطبلية، فكان لازم نفرده فردة كبيرة قوي كده ونرق كتير، فكنا بصراحة بناخد وقت ومجهود. خلاص كده انا خلصت الفطيرة التانية والتالتة كمان.
فلازم نفردهم مرة واحدة ونركنهم على جنب. بعد كده بقى ندهن الرخامة بشوية زيت تاني ونجيب اول فطيرة عملناها. لازم دايما نرجع لاول حاجة ونبتدي نفردها. بصوا بقى يعني فرد بسيط قوي على الرخامة، برضو احنا هنا مش هنفرد بمساحة كبيرة، احنا كده كده ما عندناش مساحة كبيرة علشان نفرد فيها. بس كده بقى الفطيرة اللي احنا يعني فردناها زي رغيف العيش في الاول كده، اما حطيناهم طبقات فوق بعض وسيبناهم شوية، خلاص لما بنيجي نفرد بتتفرد معانا. خلاص اتفردت كده وبقيت واخدة المساحة بتاعة الرخامة. نبتدي نحط برضو كده كام حتة زبدة. لو انت هتستخدمي السمنة فحطي السمنة برضو بنفس الطريقة، بس السمنة يفضل ان انت تحطي معاها شوية زيت، لكن نسبة الزيت ما تبقاش كبيرة. يعني مثلا ممكن تحطي ربع الكمية زيت، علشان خاطر الزيت لو كتير في الفطيرة بينشفها. خلاص كده انا طبقتها زي ما انتوا شفتوا كده، ويا اما نركنها على جنب يا اما نحطها في الصينية على طول. الصينية طبعا مدهونة بفرشة زيت او فرشة سمنة، اي حاجة عندك. دي الفطيرة التانية. كل ما بتقعد كل ما بترتاح، ولما بتيجي تفرديها بصي بتتفرد معاكي ازاي. لكن لو العجينة ما ارتاحتش معاكي مش هتتقطع في الاول كويس، ولما تيجي تعمليها طبقات فوق بعض لو ما سبتيهاش برضو ترتاح مدة كافية مش هتتفرد معاكي كويس. فاهم حاجة في الفطير برضو ان انت تسيبيه يعني كل مرحلة منهم ياخد وقته والعجينة ترتاح كويس. انا بطبق الطروف بتاعتها بعد ما خلاص فردناها الفردة الصغيرة دي على الرخامة. بنطبق من على اليمين ومن على الشمال كده، وبعد كده بنجيب الجوانب وبس كده. بنوزع الزبدة برضو بين كل طبقة والتانية. وزي ما قلنا ما تنسوش ان الزبدة بتخلي الفطيرة مورقة وخفيفة اكتر من السمن البلدي. لكن في ناس يعني عندها مزاج كده ان هي تاكل الفطير بالسمن البلدي، ممكن في الاخر خالص تحطي معلقة سمنة على الوش مفيش مشكلة. هنا بقى لو انت عايزاها مدورة فبتلمي الطروف بتاعة الفطيرة وتجمعيها مع بعض وتحطيها في الصينية بالمقلوب، يعني الطروف دي وانت مجمعاها تبقى هي اللي تحت. لكن انا يعني بستسهل كده وبحطها مربعة زي ما هي. وبعد ما بفردها هنا خلاص انا خلصت التلاتة، فردتهم حطيتهم في الصينية يعني، وببتدي اجيب اول واحدة افردها. برضو بتتفرد معاكي مجرد ما بتدوسي عليها كده، بص بتتفرد في الصينية على طول. وبعد كده باخد الحروف بتاعتها دي وادخلها جوه شوية، خلاص بقت مدورة. دي الفطيرة التانية برضو هي بتتفرد على طول، يعني حاجة سهلة كده وسريعة مش هتاخد وقت. ودي التالتة بقى هفردها، بس هنا انا سخنت الفرن كويس قوي ودرجة الحرارة هنا عندي على اعلى درجة، وحطيت الصينية لكن مش على الرف اللي في النص. انا الشبكة نزلتها تحت، يعني نزلتها درجة عن الرف اللي في النص، وحطيت الفطير وقعد 10 دقايق وطلع بالشكل ده. انا وريتهولكوا هو في الفرن فطيرة منهم بصوا انتفخت وكده ملت هوا. دي كانت الزبدة فيها اكتر من الاتنين التانيين. الاتنين التانيين كان فيهم نسبة من السمن يعني اكتر من الزبدة، فالزبدة بتخليها كده تنفخ وتورق وتبقى احلى. بصوا الفطيرة طرية قوي واخدة لون حلو. النار عندك بقى، لو النار عندك تقدري تشغلي فوق وتحت مع بعض فشغليهم مع بعض. لو ما ينفعش يبقى شغلي تحت بس على نار عالية، وبعد ما تاخد من تحت لون ذهبي شغلي الشواية، وبكده هتكون طرية معاكي. بس المهم ان الفطيرة اول ما تطلع تغطيها بفوطة نظيفة علشان تفضل معاكي طرية ما تبقاش ناشفة. ما تسيبهاش في الفرن وقت طويل، لان كل ما بتقعد في الفرن وقت طويل بتنشف معاكي وتعضم. تمام. دي كانت فطيرة النهاردة، ان شاء الله لما تجربوا الطريقة بتاعت النهاردة هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.